ازاي تبسط نفسك في وسط البلد في القاهرة بأقل مجهود؟ يلا بينا. وسط البلد في القاهرة من أحلى وأبسط الخروجات اللي ممكن تبسطك بمجرد المشي فيها. فأنا النهاردة هاخدكم في جولة ليوم بسيط في وسط البلد. أول ما وصلنا القاهرة ركبنا المترو ونزلنا محطة جمال عبد الناصر، وهناك وصلنا لشارع طلعت حرب. وأول ما توصل ميدان طلعت حرب هتسأل على شارع قصر النيل، وأول ما تشوف السوبر ماركت ده هتدخل في الممر بتاعه، وفي نهاية الممر كده تبقى أنت وصلت لماما دهب. جينا بقى عند ماما دهب، علامة من علامات وسط البلد، عشان ناكل أحلى سندوتشات كبدة وسجق وبطاطس وبانيه معمولين بحب من ايد ست بتعامل كل الناس زي ولادها. سلام يا نغمة يا جمالك يا واد. انت في سنة كام يا صغير؟ كام؟ طبعا اصغر واحد في اخواتك. انت اول واحد هتاكل. انت اول واحد. ثانية بس لا المنيو بتاع ماما اهو واضح جدا مع حضراتكم. اللي بيسأل عن طاجن البطاطس ده عبارة عن بطاطس محمرة عادية جدا بتتحط فيه طاجن فخار علشان مسلسل ليه لأ. أمينة خليل وشرنوبي صوروا المشهد هنا معانا في اللوكيشن بتاع ماما. اوكي. والمكان بيبقى زحمة حبتين فالموضوع بياخد وقت، وجربنا كل السندوتشات والأكل كان حلو وانبسطنا جدا. كان معانا خالد بياكل معانا في قلب الترابيزة كده. قشطة عليك يا خالد. انت منين يا خالد؟ شبرا الخيمة؟ احسن ناس يا باشا. ازاي تبسط نفسك بقى في شبرا الخيمة؟ عايزين نعمل فيديو ازاي تبسط نفسك في شبرا الخيمة. في اماكن حلوه. هو عاجي. روحوا جربوا ماما دهب يا جماعة هتنبسطوا قوي. خلصنا أكل ورحنا اتمشينا في شارع الألفي. الأجواء فيه أجواء أوروبية والقعدة فيه قعدة حلوة قوي. فيلا بينا أخدكم جولة سريعة في شوارع وسط البلد. احنا شباب وسط ناو. بعد كده ركبنا تاكسي ب25 جنيه من التحرير عشان نروح ممشى أهل مصر. تذكرة الدخول للفرد ب20 جنيه. الجو في الممشى كان جامد جدا، والغروب هناك ما يتفوتش، والأبراج هناك هتحسسك إنك سافرت دبي، وهناك هتاخد أحلى شوية صور ممكن تتصورها. وكان في فان زون لماتشات كأس العالم وببلاش كمان. ورحنا جبنا قهوة من الكافيه اللي جنب الفان زون ب28 جنيه. جينا بالقهوة واتفرجنا على الماتش، والأجواء كانت عالمية الصراحة واستمتعنا جدا. وبعد وقت جميل في الممشى رجعنا تاني شارع الألفي عشان عبده صاحبي طلبت معايا اكل كشري، فقلت له يلا بينا على السيد حنفي على طول. خش عليا بقى يا معلم. طلبنا كشري ب20، والقعدة والكشري كانوا حلوين قوي. وبعد الكشري لازم نحلي طبعا. طلعنا على العبد اللي موجود في شارع طلعت حرب، جبنا بولتين ايس كريم ب25 جنيه. واللي ما جربش ايس كريم العبد فاتوا كتير قوي. تاخد بقى الايس كريم بتاعك وتكمل تمشية في شوارع وسط البلد العظيمة. جامد قوي. واحنا بنتمشى لقينا حد بيوزع مقرمشات من مكان اسمه دار العز، كانت حلوه قوي الصراحه. وممكن تروحوا مول طلعت حرب تشتروا لبس باسعار حلوه قوي. وبعد لف كتير نختمها بشاورما من مطعم شارع الحمراء، وده مطعم لبناني عامل عظمه من اول ما فتح، ومشهور بسيخ شاورما السجق بتاعه.
اول ما بتقرب من سيخ الشاورما بتلاقيه جايب لك قطعه وبيدوقك في بقك، حاجه اخر دلع هناك الصراحه. اوعى صبعتي شارع الحمراء. راحت والله يا احسن حاجه هناك انك بتاخد سندوتش الشاورما من السيخ على بقك على طول وبتاكله وانت واقف مكانك. يا سلام. ليك تطلع الضوء يا حبيبي. هيدا الشيء ما في منه بكل مصر، بس عنا بشارع الحمراء. نرجع بنطفيها بالثوم اخر شيء، الثوميه اولاد المصريين يعني. يا سلام. هلا شو بنعمل اخر شيء يا كبير؟ ايه بقى؟ هلا بنعمل هيدا الختم تاني اللي هو المعترف عليه بختم الجبل. هون بقى شو هلا الحكايه هي دي كلها. قمة الجبل بقى. يا سلام يا سلام. اول لقمه هي، اول لقمه هيدي. هنلف بقى كده. يا سلام. ده بتاعتنا؟ ايوه بجد والله؟ ورحمة ضميري الاكبر. خش يا بودي خش. تعال خبرك قصة السجق هاي. تعرف بن سلمان؟ بن سلمان اجى عند المعلم قال له بدنا نعمل سجق بالسعودية. قالوا لا بدنا نروح عند الشعب المصري مشان نكيف. تعالوا عند شارع الحمراء يا جماعة، الراجل ده هيروق عليكم. الراجل ده كده. طلبنا بقى العرض بتاعهم وده بيبقى 3 سندوتشات شاورما في عيش لبناني ب105 وبينزل لك بنفس الشكل كده. العيش اللبناني ده عجبني جدا والسندوتشات كانت مخدومه وحلوه قوي. وبكده نكون قضينا يوم جميل في وسط البلد وصرفنا تقريبا 200 جنيه. وشكرا لكم لو انتوا لسه بتتفرجوا على الفيديو لحد دلوقتي.